فطلبه القاضي وأعطاه فنجان القهوة وقال له: أريد منك أن تعيد الفنجان فارغا، ولكن بشرط ألا تشرب القهوة ولا تسكبها. مات أحد شيوخ العشائر، وأرادت العشيرة تنصيب شيخ جديد، لأن ابن الشيخ صغير على المشيخة، فطرحوا أسماء 5 من أبناء رجال العشيرة للمشيخة، ولكن اختلفوا في ذلك، فلبس كل منهم عباءة وذهبوا للقاضي ومعهم الطفل الصغير ابن الشيخ المتوفي. وعندما وصلوا بيت القاضي تركوا الولد الصغير مع الغنم ودخلوا على القاضي، وبعدما سمع القاضي كلامهم صب لكل واحد منهم فنجان قهوة وقال له: أريد من كل واحد منكم أن يعيد الفنجان فارغا، ولكن بشرط ألا تشربوا القهوة ولا تسكبها. فاحتار الرجال ونظر بعضهم لبعض، ولما رآهم القاضي كذلك قال لهم: شيخكم الميت هل له ولد؟ فقالوا له: نعم، لكنه صغير بالعمر وأحضرناه معنا وتركناه مع الغنم. فطلبه القاضي وأعطاه فنجان القهوة وقال له: أريد منك أن تعيد الفنجان فارغا، ولكن بشرط ألا تشرب القهوة ولا تسكبها. فوضع الولد طرف غطاء رأسه، الغطرة زي ما بيقول كده العرب في الخليج، بالفنجان إلى أن امتص القهوة كاملة، وقال للقاضي: فنجانك فارغ وقهوتك على رأسي. فقال له القاضي: ما المكسب ورأس المال والخسارة؟ فقال الولد: المكسب أن تكون أحسن من أبيك، ورأس المال أن تكون مثل أبيك، أما الخسارة أن تكون أردى منه. فقال له القاضي: ما هو أول أمس وأمس واليوم؟ قال الولد: أول أمس هو جدي، وأمس هو أبي، واليوم هو أنا. فقال القاضي: أعزك الله، قوموا يا رجال وخذوا شيخكم واذهبوا. فاكتساب الخبرة أهم من المال ولبس العباءات. فالولد الصغير تربى في بيت شيخ القبيلة، وتعلم منه أشياء لم يكن يدري عنها أي من الرجال أصحاب العباءات شيئا. ولنا في قصة يوسف عليه السلام عبرة، لأنه تربى في بيت العزيز واكتسب خبرات كثيرة، لذلك قال للملك وبكل ثقة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فليس كل من ملك المال ولبس عباءة صار شيخا. فيقول الحكيم: جالس العلماء بعقلك، وجالس الأمراء بعلمك، وجالس الأصدقاء بأدبك، وجالس أهل بيتك بعطفك. دمتم في أمان الله. صلوا على رسول الله. السلام عليكم.